تعالوا نعمل مع بعض النهارده شوية قرنبيط، بس إيه تحفة، مقرمش ومش شارب زيت وطعمه رائع. هنجيب القرنبيط نفصل الوردات بتاعته، بعدين نشطفه كويس قوي ونصفيه، هنقطعه بقى لوردات صغيرة، وهنكون حاطين على النار حلة فيها مية. أول ما تغلي هنحط فيها معلقة صغيرة من الملح والكمون، ونحط القرنبيط نحسب لها بقى 3 أو 4 دقايق، ونطلعها على طول في مصفى ونحطها تحت المية الباردة عشان نوقف تسويتها. هنجيب طبق ونحط فيه كوباية من الدقيق وربع كوباية من النشا وفصين 2 أو 3 من الثوم. التوابل بقى اللي هنحطها ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليهم كمان شوية حلوين من الكزبرة الخضراء، وهنحط عليهم كمان بيضتين. معايا بقى كوباية نصها مية ونصها حليب، هنزود شوية بشوية مع تقليب، حطوا على قد ما القوام يظبط معاكم. ونجيب طبق تاني نحط كوباية من الدقيق فيهم 3 معالق كبار مليانين من النشا. هنجيب بقى القرنبيط نحطه في الخليط السائل الأول، يعني نحطه في الخليط الجاف من زيت غزير على النار. أول ما يسخن ننزل فيه على طول بالقرنبيط، يحمر من كل ناحية ويبقى باللون الذهبي الحلو قوي ده. قدموه بقى وهو سخن، ألف هنا على قلوبكم.